بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع مطبخ أم همسة جبت لكم اليوم معسلة مفرمجة تشهي كراتان بطاطا تحفة تحفة تحفة. اعتمديها لغدك وعشاك وراحين يطلبوها منك دايما، ثاني سهلة وما تحتاجش مكونات بزاف. تبعوا معايا طريقة التحضير وان شاء الله تعجبكم وتنجحوا فيها. جيبي لا كونتيتي تاع البطاطا اللي عندك، كما العاده احنا البطاطا ما نستغنيوش عليها دائما، غداشه غداشه المكون الرئيسي في كل الوجبات. قشري البطاطا تاعك وغسليها. شوفوا حبيباتي، انا هنا البطاطا تاعي كانت يابسه، سبحان الله ما فهمتش هذا النوع تاع البطاطا الاحمر يجي يابسه. راكم تسمعوا فيها كيفاش راهي تخش خش خش قطعيها دي غونديل كيما هكا، ما ديريهاش خشينه وما ديريهاش رقيقه باش تمتم يدخل لها طياب كي تقليها. وانا حبيباتي هنا ما درتش بزاف، درت غير شويه. شوفوا البلا تاعي بعد كان صغير، كنت حطيته لكم في الاول تاع الفيديو شفتوه. هاد لا كونتيتي تعشي لك ولا تغدي لك واحد ربع من الناس، فوالا. خاصه الا كان درتيها وحدها ما درتيش معاها مرافقات، ربع من الناس تكفيهم. نخليكم غالياتي مع بقية تفاصيل الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك وتحطوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. هنا حبيباتي بعد ما وجدنا كامل لي زانغريديون تاعنا، شوحنا هذاك سكالوب. شوفوا لي سكالوب واش درنا له لي زيبيس، درنا له لي زيبيس تاع الشاورما، درنا له ملح فلفل الكحل ودرنا له شويه توم بودره. هذا ما كان يجي بنه عظيمه. البطاطا تاعك بعد ما قليتيها تجيبي البلا تاعك اللي يدخل للفور، تقدري ديريها في السنيوه، تقدري ديريها في طنجره ثاني. اللي ما عندهاش الفور تقدر ديرها في طنجره، تجي كذلك تحفه ما شاء الله.
تحطي طبقه تاعك تاع البطاطا ومن بعد تفرشي عليها هذاك ليسكالوب. بون ليسكالوب هذا راهو يجي فيه البنه تاع الشاورما، يعني هذا البلا راح يجي الاولاد يعجبهم بزاف بزاف بزاف، يشوفوه بالعين برك ياكلوه. هنا غالياتي كانت قطعت عليا الكهرباء، كملت للظلمه، مي معليش. ان شاء الله يكون برك الفيديو واضح. ديري طبقه تاعك تاع البطاطا، من بعد الفيونداشي، ومن بعد تزيدي طبقه تاع بطاطا واحده اخرى، وتكملي باقي ليسكالوب باردون. هنا ماشي فيونداشي، تقدري ديريها ثاني بالفيونداشي، كل واحد كيفاش يحب. مي هنا بليسكالوب تجي فيها ذوق الشاورما، تعجب الاولاد بزاف مع البطاطا مقليه. كم عن بالكم الاولاد تاعنا هذه ماكلتهم. من بعد من الفوق واش تحطي شويه الانواع تاع لي فروماج اللي عندك. انا هنا استعملت هذا نابولي، ذوب بزاف مليح. شوفوا غالياتي بعد ما طابت صدقوني جات تحفه تحفه تحفه، وتجي مشربه، ما تجيش ناشفه كيما كامل لي غراتان اللي نديروهم من قبل. لي غراتان ما نشفوهمش بزاف باش ياكلوهم لنا الاولاد، وعلى الاقل يقدروا يجوزوا بهم. يعني حنا هنا شوفوا غالياتي انا قدمتها قدامكم على طبيعتي، يعني ما حبيت لا نزوق لكم الطبق لا والو، مازالها سخونه. هذا وين خرجت. نتمنى غالياتي تنال اعجابكم. شوفوا كيفاش فيها لاصوص، اكدوا لي على انها ما تجيش ناشفه، يعني حتى اللي ما عندهاش السنين تقدر تاكلها. بصحتكم وراحتكم. نتمنى ان شاء الله نفيدكم بهذه الوصفه وتنال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه.